السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بافضل الاحوال. سمحوا لي غبرت عليكم بزاف، والله الا غير سمحوا لي بزاف بزاف بزاف، راه غير العكز وصافي. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو كما كتشوفوا معايا في الصوره غادي نحضر معكم جنيوحات وفخيضات ديال الدجاج مشرملين بواحد التشرميله هائله هائله، غزاله 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 في الفران، كيجيو رائعين وبنانين بنانين، وليت مدمنه عليهم. المهم بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير البنات غادي نحتاجو، عندي هنايا تقريبا واحد 800 غرام حتى 900 غرام مخلطه ما بين الفخيضات ديال الدجاج والجنيوحات، غسلتهم مزيان بالحامض والسكنجبير. وعندي هنايا معلقه كبيره ديال مركز الطماطم، 3 المعالق كبار ديال الزيت البلديه. بالنسبه للعطريه غادي نحتاج نص حامضه، معلقه صغيره تاع اليازير، نص معلقه تاع السودانيه اختياريه، معلقه صغيره تاع الزعتر، ملح حسب الذوق، 3 الفصوص ديال الثومه، نص معلقه ديال التحميره، ونص معلقه ديال السكنجبير، ونص معلقه تاع البزار. هنا البنات غادي ناخذ واحد الاناء يكون شويه كبير باش تسع ليا فين نشرمل الخيضات وجنيوحات ديالي. خديت هنايا المركز ديال الطماطم معلقه كبيره، وغادي نضيف عليه 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، وغادي نمزج مزيان ديك صلصه الطماطم مع الزويته باش كتنسجم مزيان كما كتشوفوا هنايا معايا في الفيديو. من بعد غادي ناخذ عصير نصف حامضه كما كتشوفوا هنايا، راه بديت كنعصر فيها مزيان، تعصيره ديال القلب. والله غير سمحوا لي البنات، شحال هادي ما صورت، عرفتي راه كان شادني واحد الضحك فحال ما عرفت فين غادي ندوز في الاذاعه. المهم غير قبلوا عليا الا شفتوا شي حاجه ميكوح بيد ما نولف عاوتاني الكاميرا. صافي هنا غادي نضيف العطريه كامله، وغادي نحركها مزيان مزيان مزيان. هاد المقادير كلهم غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. صافي وغادي نبقى نخلط حتى كتخلط لي ديك العطريه مزيان. بالنسبه باش ترقدوها البنات، من الافضل انا كنقول ليله كامله باش كيتشرب ديك العطريه مزيان مزيان. راه عرفتي انا شديته هنا في الصباح بكري شرملته، وحتى العشاء عاد غادي نطيبو. عرفتي راه فوا كتحلي الثلاجه واخا كيكون مغطي هكا داك الاناء تيكون مغطي بالسلوفان، كتحسي بديك التشرميله خارجه لك من الثلاجه، حتى والله كتجي واعره. نتوما غير جربوها البنات، راه غادي تعجبكم بزاف هاد الشرميله هادي، وغادي تبقاو توليو مدمنين عليها. صافي هنا كناخذ الجنيوحات ديالي والفخيطات كنبقى نشرملهم. انا استعملت يديا، كما كتعرفوا راه البنه كتكون في اليد، كترتاحي ملي كتخدمي هكا بيدي ذاتك. صافي كنشرملهم مزيان، كل حاجه كنشدها كندخل فيها ديك العطريه مزيان باش كتشربها. صافي هنا كما كتشوفوا راني شرملتهم مزيان مزيان، كنتاكد بلي راه كلشي داخله العطريه. صافي ومن بعد كنشدو كنغطيه بالسلوفان، وكنحتفظوا به في الثلاجه. وهي مزروبه البنات على الاقل تشرملوا واحد 4 ديال السوايع باش داك الفخيضات والجنيوحات كيتشربوا مزيان ديك العطريه باش كيجيو بنان. صافي غادي ندخلهم انا هنا للثلاجه حتى نبغي نطيبهم ونجبدهم ديك الساعه. صافي هنا البنات دازت عشيه كامله من بعد ما تشربوا لي الفخيضات والجنيوحات ديك الشرموله. غادي ناخذ هنايا طاوه ديال الفران، غادي نغلفها بالورق المطبخ، وغادي نستف عليها ديك
الفخيدات والجنيوحات. الفران ديجا شعلته، غادي نديرو يسخن. كنحاول هنا نلقى دوك الجليدات باش ملي بغي يتحمروا كتجي جليده محمره. صافي كنستفهم بهذه الطريقه هذه، وغادي ندخلهم البنات الفران. نشعلوا عليهم غير لتحت حتى كيدخل لهم طياب، يطيبوا مزيان. عاد ديك الساعه كنشعلوا عليهم الفوق باش كيتحمروا لينا. صافي هنا ديك العطريه اللي كتبقى ليا لتحت كنعاود انني نزيدها من الفوق منهم باش كيزيدوا، باش كتزيد ديك لاصوص كتحمر، بحكم انها فيها ديك زيت البلديه كتعاون انها تحمرهم. صافي هنا البنات غادي ندخلهم الفران ونتلاقاو ملي يطيبوا. هنا البنات كما كتشوفوا من بعد ما خرجتهم من الفران كيفاش كيجيو محمرين. عرفتي راه كيجيو لذاذين البنات، رائعين. غير جربوهم والله غادي تعجبكم هذه الوصفه هذه. انا غادي نقدمهم ان شاء الله في طبق التقديم كما كتشوفوا البنات. هنا طبق التقديم اللي رافقته معاهم، درت معاهم الخضره سوطي كي كتشوفوا، بطاطا، خيزو، قرعه، بربه، ورافقتهم كذلك بواحد شلاضه ديال الروز بالطون والجلبانه منسمه بالزعفران الحر. كنتمنى هذه الوصفه تعجبكم، وما تنساوش البنات تدعموني بالضغط على زر الاشتراك ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع جديد، وتبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء والاحباب. السلام عليكم، ونتلاقاو مع وصفه جديده.